السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذه سحر، اخبارك ايه؟ الحمد لله. احنا كده بقالنا تقريبا اسبوع، صح؟ اه احكي لنا بقى عن تجربتك مع العمليه، ايه الاخبار؟ والله ما شاء الله، يعني انا كنت خايفة بصراحة، وكنت متخيلة ان انا هطلع من العملية ميتة. لا حول. وكنت مرعوبة بصراحة. هو قرار صعب صعب، يعني ان الواحد يجازف ويدخل عمليات ويشيل حاجة من جسمه. بس الحمد لله، يعني ربنا عني وخدت القرار وجيت لحضرتك وعملت العملية. الحمد لله. وسبحان الله وانا قاعدة اهو. اه ما شاء الله. الحمد لله يعني. وهو ما شاء الله، يعني ربنا يبارك في الدنيا مشيت حضرتك. كويس. الحمد لله كل حاجة كويسة ومظبوطة، الحمد والحمد لله. لله حتى التعب والألم يعني الحمد لله ما فيش، ما شاء الله الحمد يعني. لله. الحمد لله. ما شاء الله. حتى اللي بييجوا يزوروني، اخواتي يقولوا لي قولي اعملي نفسك تعبانة يعني عشان ايوه. خاطر بس الحمد لله يعني ما شاء الله خسيت 7 كيلو ما اهو. شاء الله ما شاء الله، 7 كيلو في اول اسبوع اهو. 7 طب ما كيلو. شاء الله ما اه شاء الله. وان شاء الله يعني ربنا ييسر بقى وننزل بقى الوزن المظبوط. الحمد لله. يعني انت مش ندمانه على قرار العمليه؟ لا لا خالص، انا بس ندمانه ان انا اتاخرت. امم. يعني انا 140 كيلو، اتاخرت ان انا وصلت لل 140. يعني انا كنت عملتها من زمان. بس الحمد لله خدنا الخطوة، وإن الحمد شاء الله لله بدأنا الحمد بأول لله. 7 كيلو أهو. اه ونتابع والدنيا تبقى كويسة ان إن شاء شاء الله الله. ان شاء الله إن شاء الله نمشي على التعليمات ونتابع وتبقى الدنيا ان كويسة. شاء الله يا يوم دكتور. العملية مشي كويس. الحمد لله المستشفى حلوه. الحمد لله. تمريض بصراحه ما شاء الله. الحمد لله. ان شاء الله يعني كل حاجه بصراحه ربنا ميسرها. الحمد لله، ربنا يا رب يتمم لك. والفريق اللي كان مع حضرتك في البنك. الحمد لله. وبصراحة يعني الحمد لله ربنا أكرمنا بيك ربنا وبالفريق اللي يبارك فيك. معاك. تسلمي. وربنا يجعلك يا رب دايما للمجتمع وللناس، وتكون يا رب نافع ونافع ليك ولغيرك. الحمد لله. أنا مبسوطة إن أنت الحمد لله الحمد مبسوطة لله. إن أنت قمتي بالسلامة. الحمد لله. وأول 7 كيلو في رحلة نزول الوزن. الحمد لله وإن شاء الحمد الله يا لله. رب توصلي اللي أنت عايزاه الحمد وتبقى لله. صحتك أحسن إن شاء الله. والله هو كان حلم بعيد. الحمد لله. الحمد لله يعني أنا مشيت مع دكتور تغذية سنة. كان صعب بجد، حرمان من كل حاجة والنزول صعب. وصرفت كتير، يعني هي سبحان الله. انت صرفته على مصاريف على مراحل. وبرضو ورجعت زدت اكتر من الاول اللي نزلتهم في ظرف 6 شهور، كنت زدت ضعفهم مرتين. لا ان شاء الله ننزل ان المره دي شاء نزول الله كويس ان شاء الله، ان ما شاء يحصلش الله زياده في الوزن. ان شاء الله. وتبقى تجربه الحمد لله، يعني تبقي راضيه عنها. الحمد لله الحمد وتبداي لله. حياتك بقى من اول وجديد. ان شاء تفقدي الله الوزن ده كله ان شاء بداية الله. جديدة ان شاء ان الله شاء ان الله شاء ان الله شاء ان الله. شاء الله يا دكتور. نورتينا يا مدام صح، الله يخليك. نورتينا، ربنا شكرا يا يبارك دكتور. فيك.